حتى لهاد الدرجه ولا التنمر عادي. السلام عليكم، واجي نقول لكم انت ولا انتي اللي كتنمر على عباد الله، واش كتجيك عادي ان داك الانسان يبكي بسببك ولا ما يجيهش النعاس في الليل بسبب الهضره اللي قلتي له؟ المثال هي البنيه البارح كانت معروضه لواحد العرض ما قبل الاول ديال واحد الفيلم، وبزاف ديال المشاهير كانوا معروضين حتى هما. فاش مشات خرجت بواحد لا فيديو كتقول فيه باللي شي وحده عايراتها بالوزن ديالها. انا ما عرفتش شكون هاد المشهوره هادي اللي عايرات البنيه، ولكن انا غادي نهضر بصفه عامه على اي واحد كيتنمر على واحد اخر. دابا الناس العاديين فاش كيكون عندهم شي مشكل مع شي واحد كيمشيو يحلوا داك المشكل مع داك الانسان فاس او لا كيبعدوا عليه كيتجنبوه وما كيبقاش يهضر معاه. ولكن باش توصل بك للدرجه انك تنمري على بنت بحالك بحالها قدام كل شيء، يعني راه حنا وصلنا لواحد الزمان اللي ما بقاش في قلبنا الرحمه. بغيت غير نعرف هذه اللي تنمرات على البنيه البارح واش ما كتعجبهاش شي حاجه في راسها. كلنا ما كتعجبناش واحد الحاجه في راسنا عادي، غير كاين اللي كيتعايش مع هذيك الحاجه اللي ما كتعجبوش في راسو، وكاين اللي لا كتبقى واحد النقطه ديال الضعف. الا مشى شي واحد حتى قالها له تقدر انه يدخل في اكتئاب، تقدر انه ما يبقاش اجتماعي وشحال من حاجه. وانت يا اختي الا كنتي كتعتبري كل شيء فيك كامل وزوين والكمال لله عز وجل، خاصك ديري اعاده النظر حيتاش قلبك خايب وما زوينش، حيتاش وصلت بك للدرجه انك تجرحي واحد البنت او لا واحد الانسان اخر. وهذا الشيء اللي كاين كنقول للبنيه كوني قويه اكثر من انك قويه، وبهذاك الوزن الناس كيبغيوك. هذا الشيء اللي كاين. السلام عليكم.